بما ان المغرب تخطى البرتغال في دور الثمانية وداخله على عقبة تانية في دور الاربعة وهي فرنسا، وان شاء الله هتعديها، بس على الاقل احنا ضمننا ان منتخبنا المغربي بقى واحد من الاربعة الكبار. وبما اني مغربي او ليا اصول مغربية، فانا قررت اعلمك واحدة من اجمد المهارات في الكورة، الار2 وبالفيزياء. عشان تعمل ار2 فانت محتاج تعرف 3 اسرار. السر الاول عندنا، لو انت حبيت الكوره تلف ناحيه الشمال فانت هتشوطها من تحت ولكن من ناحيه اليمين، اما بقى لو حبيت ان هي تلف ناحيه اليمين فانت هتشوطها من تحت ولكن من ناحيه الشمال. والسر الثاني هقوله لك بس في الملعب. اهم حاجه في الشوط ديت انك تشوطها من عند البسبوز، ده اهم حاجه في الشوطه. دلوقتي انت عرفت هتشوط الكوره من انهي ربع، وفي نفس الوقت عرفت هتشوطها من انهي منطقه في الكوره. تعال اقول لك بقى على ثالث سر. السر معظمنا يعرفه، وهما ال3 خطوات المشهورين جدا بتوع كريستيانو رونالدو. لما بيرجع ال3 خطوات لورا بعدها ياخد ال45 ويجري ويشوط، واحلى ار2 عليك. ودلوقتي يلا على الملعب. الله يا بلدنا الله. بعد محاولات كتيره واصابات اكتر، اخيرا الكوره جت في الجون. السؤال اللي ممكن يجي في بالك دلوقتي، ازاي الكوره لفت او عملت السويرف دوت، وهل الفيزياء لها علاقه بالموضوع ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بص، عشان تفهم اللي حصل احنا محتاجين الاول نعرف هي الكوره ازاي بتتصرف في الهواء. الكوره في الهواء بتكون بتلف حوالين نفسها، فبالتالي بيكون في جنب ماشي مع اتجاه الهواء والجنب التاني عكس اتجاه الهواء. نروح للجنب اللي بيكون فيه اتجاه الهواء ماشي مع اتجاه الكوره، بالتالي بيحصل احتكاك قليل جدا، سرعه الهواء بتزيد وبالتالي الضغط بيكون قليل. ولو جينا للجنب التاني من الكوره هتلاقي العكس بيحصل تماما، بيكون الهواء ماشي عكس اتجاه دوران الكوره نفسه، فبيحصل احتكاك كبير بين جدار الكوره والهواء، فبالتالي سرعه الهواء بتقل والضغط عنده بيزيد. ولو جيت تبص على النتيجه النهائيه هتلاقي ان الكوره بيكون عندها جنب فيه ضغط قليل وجنب تاني الضغط بيكون فيه عالي. وانت عارف ان اي جسم من ضغط عالي وضغط قليل بيسيب الضغط العالي ويروح للضغط القليل. ولو انت متابع جيد للمتحف هتقول لي يا عم ده اسمه مبدأ برنولي. هقول لك مش بالظبط، ده اسمه تأثير ماجنس. هو فعلا يعتبر تطبيق عملي لمبدأ برنولي، ولكن للاجسام المستديره اللي زي الكوره اللي بتلف في المواقع اللي زي الهواء او الميه. ودلوقتي بعد ما عرفناكم السر ازاي تلف الكوره وكمان شفتها عملي ازاي ممكن تحصل، دلوقتي انا عندي ليك طلبين. اول طلب منهم ان المره الجايه لما تروح الحجز مع اصحابك توري لهم ازاي الكوره بتلف وكمان بالفيزياء. والطلب التاني لو الحلقه عجبتك تظبط لنا كومنتات ولايكات وشير وحاجات اليوتيوبرز ديت. وزي ما عودتك دايما في المتحف العلمي، كل جوله مبار جديد.